بيتقاس حجم التضحيه بتاعتك، ان كانت تضحيه كبيره ولا تضحيه صغيره، باهميه الشيء اللي انت بتضحي بيه. اميره سند بنت شابه من محافظه الدقهليه، من الناس اللي هم بترعى والدتها وبترعى اختها وعايشين هم الثلاثه في بيت واحد. وبتحكي اميره بتقول انها بتشتغل في مصنع من المصانع، وحصل في مره كده ظرف طارئ صحي طارئ لوالدتها، ظرف قاسي قوي يعني، واختها لسه صغيره والدها متوفي. فكان لازم اميره تكون موجوده، لازم تكون موجوده جنب والدتها وهي تعبانه. مدير المصنع بتاعهم كان راجل قاسي شويه في فكره ان هو يديهم اجازات، او ان هو يخليها تاخد كذا يوم. يعني لو انت عيانه اوكي، لكن مامتك عيانه لا مفيش، رغم ان هي ليها اجازات تسمح، يعني هي ليها عدد معين من الاجازات تسمح، لكن هي خلصت كل الاجازات ولسه والدتها تعبانه، وفي نفس الوقت ما تقدرش تستقيل من الشغل. هتصرف على البيت منين؟ في الاخر هم اللي بيصرف عليهم معاش والدها البسيط جدا، ثم المرتب بتاعها اللي برضه ما هواش كبير قوي يعني. بتقول اميره يعني ما بقتش عارفه اعمل ايه، قلت خلاص يعني هنام وهسيبها على ربنا، واللي عايزه ربنا هو اللي يكون. هي كانت محتاجه عشان والدتها تعدي المرحله الخطر اللي هي فيها مش اقل من شهرين مثلا. ففوجئت ان زميلاتها اصحابها او اصدقاء عمرها اللي طلعت بيهم من الدنيا زي ما هي بتوصف وبتقول، اللي هم زميلات المصنع عندها، على فكره هي معتبره ان كل زميلات المصنع اصدقائها، يعني هي بتقول كده، عملوا حركه في قمه النبل وفي قمه الجدعنه يعني. اتفقوا مع بعض وراحوا طلعوا على المدير بتاع المصنع، قالوا له كل واحده فينا عندها في اجازاتها السنويه 21 يوم اجازاتنا الطبيعيه، كل واحده فينا متبرعه لاميره سند ب3 ايام من ايام اجازاتنا، احنا مش هناخدهم، اعتبر ان كل واحده فينا عندها 18 يوم بس، واميره هتاخد ال3 من كل واحده فينا، عشان نوفر لصاحبتنا وزميلتنا الوقت اللي هي محتاجاه تبقى قاعده مع والدتها، واحنا هنشيل شغلها. المدير اعترض وقال لا مفيش حاجه اسمها كده في اللوائح، بس تحت اصرار البنات وتصميمهم وافق في الاخر وما قدرش يقول حاجه. وبتقول اميره انا قعدت اكتشاف اصحابي مره تانية، شفت الوش الحقيقي للصاحب الجدع يكون ازاي. حجم التضحيه اللي بيضحيها اي حد فينا بتبان باهميه الشيء اللي هو بيضحي بيه، مش كلمه تضحيه كده وخلاص، لا، انت لو بتضحي ولو اللي انت بتعمله ده اسمه تضحيه فلازم يكون بشيء كبير وغالي عندك، زي ما عملوا زمايل اميره او اصدقائها، وزي ما هي قالت قعدت اكتشافهم من اول وجديد، وشفت قد ايه ان هم مكسبي الحقيقي في الدنيا. مش هتقدر تحتفظ في قلبك غير بكل الحب والامتنان لكل الناس اللي فهموا ان الصداقه الصح ما تعرفش انانيه، وان الاصل فيها هو المشاركه على الحلوه وعلى المره. حق ربنا في قانون الصداقه ان كل واحد فينا له نصيب من زعل او انبساط التاني. يا صديقي ان شعرت بالوجع او بكيت يوما فلا تنسى نصيبي مما يؤلمك، ليس عدلا ان نفرح سويا وتتألم انت بمفردك. الصداقة هي الغلاف الآمن اللي بيحوط أي علاقة بين اتنين وبيحميها من زعابيب واضطرابات الدنيا. والصديق الحق اللي بجد لا بيمشي ولا بتمنعه ظروف، ولا بيتلكك ولا بيتدلع ولا بتمنعه أي ظروف، بالعكس بيفضل موجود بيكمل وبيوفي. الصديق حد بيستأمنك على نفسه وعلى قلبه، دي مش شوية ولا ينفع تمنها يكون شوية. الصديق اللي بجد يسند ويشيل ويخفف لو الحمل تقيل.